ازيكم عملائنا الكرام، متابعينا. النهاردة هنتكلم على مشكلة أساسية كنا اتكلمنا فيها كذا مرة، وللأسف الناس ما بتهتمش بالكلام غير لما بتقع في مشكلة كبيرة. مشكلتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها والأساسية هو إن احنا نبهنا كذا مرة وقلنا يا جماعة لو سمحتم محدش يهمل الصوت العالي في الغسالة. محدش يهمل مشاكل الصوت العالي في الغسالة. طب ليه؟ علشان يا جماعة أساس المشكلة في الصوت العالي بتكون في الأكس. لما المشكلة بنتجاهلها ونفضل نضغط على الجهاز طالما شغال خلاص، لما يبقى يبوظ نبقى نجيب أي حد يبص عليه. يا جماعة المشكلة بتزيد للأسف، وللأسف أوقات كتيرة قوي الغسالة هتترمي. طب ليه هتترمي؟ لأن للأسف يعني في موديلات بتبقى مستوردة وملهاش قطع غيار، أو موديلات قليلة شوية، أو موديلات بقالها فترة نزلت منها كمية من الشركات وبعد كده ما نزلتش تاني. طب ليه بنقول كده؟ بنقول كده دلوقتي يا جماعة، تبصوا دي غسالة وايت وستينج هاوس. تمام. المشكلة بتاعتها إن دلوقتي الغسالة عملت صوت عالي، والعميل فضل شغال عليها لغاية لما للأسف الحلة زي ما انتم شايفين كده اتاكلت. بصوا اتاكلت ازاي. الشفة بتاعت الحلة الاستانلس دي وهي بتلف كانت الحلة الخارجية البلاستيك اللي هي الحوض اللي بيبقى متجمع في المياه كلها. طب ليه؟ ايه اللي حصل ده وده حصل ازاي؟ حصل بمنتهى البساطة بسبب ان الاكس اللي جوه حصل فيه مشكلة، ولما الاكس حصل فيه مشكلة واتكسر، تمام، فضل العميل شغال عليها برضو زي ما هي وضاغط على الغسالة. طبعا الحلة هنا بصوا زي ما انتم شايفين مفيش دقرة خالص، تقيلة جدا. تقيلة ليه؟ علشان هي هنا خلاص بتحك زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهي بتحك في البلاستيك كله، واكله في البلاستيك كله. طب ده ليه؟ عشان الاكس من جوه اتكسر والحله كلها مضغوطه على الشفاف البلاستيك. طب احنا بقى في ايدينا ايه نعمله في حله زي دي؟ مفيش في ايدينا حاجه خلاص. احنا كده على الوضع ده محتاجين حله كامله. زي ما انتم شايفين بصوا البلاستيك اتحرق ازاي اهي. احنا كده محتاجين حله كامله، حله داخليه وحله خارجيه. ليه حله داخليه؟ عشان الاكس بتاعها باظ، الصليبه باظت اتقطمت. وحله خارجيه عشان للاسف زي ما انتم شايفين الحله الداخليه قطعت، الحلة الخارجية كأنه صاروخ قاطع في الدوران كله زي ما انتم شايفين. كل ده بسبب ان انا اهملت الصوت العالي، في حين ان انا لو كنت من الاول تابعت غسالتي وشفت المشكلة اللي فيها ووقفت الموضوع بسرعة، كانت المشكلة كلها تتلخص في رمان بلي وخلاص. لكن للأسف بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. بخلاف كده بقى يعني احنا الموتور ده اتعرض لحرارة جامدة زي ما انتم شايفين، لأن طبعا في حمل زيادة قوي على الموتور وعلى السير بسبب ان الحلة تقلت بالمنظر ده. تمام. فهنبدأ بقى ندور على موديل للحلة دي، وربنا يسهل أصلا ونلاقيه. متابعينا لو لقيتوا إن المعلومة مفيدة لو سمحتوا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكوا كل المعلومات الجديدة اللي احنا بنقدمها لكم، علشان ما يحصلش مشكلة في أجهزة بيتكم. ونتمنى دايما يا رب إن انتوا تكونوا بخير وبدون أي مشاكل في أجهزتكم. وشكرا. مركز الراعي الصالح مهندس مجدي مكرم، 012-2-45-42-034. بص كده السبب بقى، ادي الاكس واضح الكسر اللي في الصليبة اهو. يعني دي الصليبة كده وادي الكسر اهو. الدراع ده كله اهو مكسور، الصليبة متاكلة خالص اهي مهرية. ده اللي خلى الحلة تبقى محملة على الشفة دي واكلها كلها اهي. طبعا احنا مشوفناش المنظر ده كده اهو، يعني كده الا لما اتفكت واضح شكل الحلة هي عاملة ازاي. تمام. الشفة دي بقى هي اللي كانت اثناء ما الحلة بتلف هي اللي كانت عمالة تاكل في البلاستيك، واضح اوي. دكتور ايهاب ازي حضرتك؟
بص كده الغسالة الحمد لله بعد ما اتجمعت كده، الغسالة فيها مية اهي، نجربها بمية ولسه هجربها كمان بحمل غسيل. على فكرة المساعدين بتاعتها كانت ضايعة خالص. بص المساعد مفيش فيه أي مقاومة، غيرنا كمان المساعدين بالمرة مادام فكينا كل ده تمام. وادي الحلة الحمد لله. بص حضرتك كده مكان المساعدين اهو جديدة تانية. كده بجرب. يا ريت لو شايفين المعلومة بتفيدكم تدعمونا بلايك وشير علشان يوصلكم مننا كل جديد.